إزاي تقلل من تأثير السوشيال ميديا على مزاجك؟ عمرك فتحت السوشيال ميديا ولقيت نفسك مكتئب؟ كل الناس ناجحين، بيضحكوا، مسافرين، وانت قاعد على سريرك لابس بيجامة ومش طايق نفسك. ما تقلقش، انت مش لوحدك. اللي انت حاسه ده اسمه تأثير السوشيال ميديا على المزاج، وبيحصل لمعظمنا. حتى الناس اللي شكلهم مبسوطين على السوشيال بيتأثروا برضه. طيب نعمل ايه؟ تعال أقولك كذا خطوة بسيطة هتخلي السوشيال ميديا تبقى تحت سيطرتك مش العكس. أول حاجة، خليك واعي. السوشيال ميديا مش الحقيقة الكاملة، دي مجرد لقطات مختارة من حياة الناس وغالباً متفلترة. محدش بيصور نفسه وهو تعبان أو مكتئب، لكن كلنا بنعيش ده. فبلاش تقارن حياتك اليومية بلقطة مثالية من حياة حد تاني. تاني حاجة، قلل وقت الاستخدام. جرب تحط لنفسك وقت معين في اليوم للسوشيال، مثلا نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل. في ناس بتستخدم خاصية وقت الشاشة على الموبايل عشان تتابع وقتهم. والأجمد، جرب تعمل ديتوكس رقمي يوم في الأسبوع من غير سوشيال خالص، هتحس بفرق رهيب. قالت حاجة، طفي الإشعارات. كل نغمة إشعار بتشدك تفتح التطبيق وتلاقي نفسك قعدت ساعة. قفل إشعارات التطبيقات اللي مش مهمة، وخلي الموبايل على الوضع الصامت أو في أوضة تانية وإنت بتشتغل أو بتذاكر. رابع حاجة، راجع اللي بتتابعه. لو في ناس كل ما تشوف بوستاتهم بتحس بالإحباط، خد بريك منهم. تابع ناس بيدوك طاقة إيجابية، ناس بتعلمك، ناس بتضحكك. انت حر، دي مساحتك. خامس حاجة، عيش في اللحظة بدل ما تصور الأكل كله وانت مستمتع. بدل ما تفكر تصور غروب الشمس، اقعد تفرج عليه. كل ما عشت اللحظة أكتر هتحس بالسعادة بجد، مش بس لايكات. وأخيراً، افتكر إنك أهم من أي تطبيق. مزاجك، طاقتك، صحتك النفسية أولى من أي ترند أو بوست. خلي السوشيال أداة في إيدك، مش حاجة تتحكم فيك. لو عجبك الكلام شاركه مع حد حاسس إنه غرقان في السوشيال زينا كده. ويلا نرجع نعيش حياتنا الحقيقية، مش بس نتابعها على الشاشة. لو كان الفيديو مفيد ليك اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة.